نورنا حبيبي. حبيبك يا اخبارك ايه؟ تمام والله الحمد لله. تمام. انت لسه عريس جديد باين مش كده؟ من 3 شهور كده. 3 شهور كده اتجوزت من 3 شهور. عندك اولاد؟ لسه ان شاء الله جاي. في الطريق ان شاء الله. انت بتساله بتقول له اتجوزت قال لك اه. ده محمد صبحي. قال لك قد ايه؟ قال لك 3 شهور. 3 شهور. قلت له عندك عيال؟ هو فاكره ارنب؟ دي ترند. لا يعني ما انتش فاهمني. حاجه للترند مقصوده. انا بقول له ايه؟ بقول له يعني انا قصدي ايه؟ يعني المدام جابت اولاد. جبت اولاد بقالي 3 اشهر. يا ريس لا خلفت هم خدوها على السوشيال ميديا كده. انا عارف مش هو ما قاليش 3 اشهر غير لما قلت له عندك اولاد قال لي انا متجوز من 3 اشهر بس كده. لا بص انا مركز معاك يا طارق. انا انا مراقبك 24 ساعه. يا كابتن طارق يحيى طبعا. الولد بيقول لك انا متجوز من 3 اشهر. خلاص انا مش هنسى برضه. ازاي تقول له خلفت ولا لسه؟ انا قصدي انا اتكسفت اقول له المدام حامل او يعني في حاجه جايه في السكه. محمد صبحي شرفتني ونورتني. ابو اسيل وابو سليم واصل يعني شارك خالص عادي. فجاب صوره تكدس الناس فوق بعضها. فوق بعضها. انت بتكتب ايه يا طارق؟ كنت طارق. ايوه يا ريس. طارق بتكتب ايه؟ لا بكتب اللي حضرتك هتقوله عشان ليا سؤال فيه لان حضرتك قلت قبل كده ان هنفتح الشهر العقاري للمواطنين. يعني انت بتكتب اللي انا بقوله. طب ما انا قلته خلاص يا طارق. مدام نوران ازيك؟ ازاي حضرتك يا كابتن عامل ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. باسم منورنا اهو. انتوا اللي منورين والله. ربنا يخليك. المشاكس المشاغب الجلاد القناص هو في البيت كده برضه ولا يعني احكي لي يعني. اه والله ده هادي خالص خالص. سؤال اخير بالنسبه لتطوير القناه والبرامج الجديده من 1/7. انت حضرتك بنقول مثلا الساعه 10 افضل من 11 عشان الناس لا افضل. لا سيب ده السر بتاعنا بقى. ما انا نبدا قبليهم يعني القناه لا يا باشا هو في كده. هو في اسرار قناه تتقال على الهواء يا استاذ. او دي ترند دلوقتي. انت حضرتك بتتكلم في الميعاد. في الميعاد في اسرار قناه تتقال على الهواء. لا ما احنا اتكلمنا فيها قبل كده. يا استاذ الفاضل اتكلمنا فيها في الاوضه وانا قاعد لابس الكمامه وملبسك كمامه. والله اتكلمنا فيها على الهواء. انت عندك اولاد؟ عندك ايه؟ عندي مراد. ده ولد؟ دي تهنئه الفيفا يا كابتن الاتحاد الدولي طبعا لمحمد صلاح. مبروك لمحمد صلاح. طبعا صلاح كتابة تاريخ جديد. اول لاعب مصري يفوز بلقب البريمير ليج. ده بعد زيدان متهيألي. لا مصري. مصري. لاعب مصري مش لاعب عربي. لاعب مصري. انا بتكلم على زيدان كان في المانيا ما كانش في انجلترا. محمد عواد ربنا يا رب يشفيه. الراجل طلع لكم التقرير بتاعه على التلفزيون يا مفتريين. هذا الكلام عشان يوقف الدوري يا رجاله ولا عشان ما يلعبش الدوري يا ظلمه؟ مستشار مرتضى منصور اتصل بينا دلوقتي وطبعا اعلن عن منح العضويه الشرفيه للدكتور محمد مشالي هو واسرته في نادي الزمالك مدى الحياه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ تاني دكتور مستشار مرتضى منصور اعلن دلوقتي منح الدكتور محمد مشالي العضويه الشرفيه له ولاسرته مدى الحياه. يقول لك هو الزمالك عايز الدوري ما يكملش ليه؟ بالعكس ده احنا كنا عايزين، ده احنا كنا هنفرم اي فريق بصراحه. نادي الزمالك كان شغال الله ينور، اللعيبه وصلت بقى وخلاص زي ما بتقول ايه الدنيا مشيت. انت عمال تكسب 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 والمكسب بيجيب مكسب والبطوله بتجيب بطوله، وبالتالي انا في اعتقادي والله اكثر المتضررين من ايقاف النشاط هو نادي الزمالك. الناس تقول لك انتوا مش عايزين ترجعوا النشاط. يا جماعه احنا مش عايزين نرجع نشاط، والله بكلمكم بجد. احنا اكتر فريق اتضر من ايقاف النشاط. ليه؟ انت كنت هتلعب مع الدور قبل النهائي والنهائي وانت في الفورمه دي بعون الله كان الموضوع كان محسوم باذن الله. كريستيان سترايش ده مدرب نادي فرايبورج الالماني واعلن تجديد عقده. فرايبورج يعني ما فرايبورج. هو انا هلاحقها منكم ولا هلاحقها من السوشيال ميديا يعني مش عارف. فرايبورج الالماني فرايبورج ماشي يا عم.